السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة حبيت أوريكم رمضانيات. دي عبارة عن مهلبية كده بطعم قمر الدين، بس طعمها تحفة جدا يا جماعة وقوامها حلو قوي. أول لما تاكلي منها مش هتشبعي منها. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض وأوريكم عملت ايه. ما شاء الله. بصوا دي بقى يعني حاجة كده رمضان إن شاء الله، عايزاكم لما تشوفوا الفيديو تجربوه. تمام. عندي هنا العلبة دي مكتوب عليها الطريقة في خلف العلبة كده من ورا. تمام. هنا العلبة مكتوب عليها تحطي العبوة كلها ومعاها 7 كوبايات من المية. تمام. انا مش هحط 7 كوبايات، انا حطيت 6 كوبايات ونص. تمام. بس انا كنت مسرعة الفيديو. 6 كوبايات ونص كان القوام بتاعها حلو قوي. عايزاها اتقل من كده شوية، حطي 6 كوبايات بس. عايزاها بالقوام ده حطي 6 كوبايات ونص. هي مكتوب عليها 7 كوبايات عشان انا كمان ما دخلتهاش التلاجة. تمام. واحط لها هنا 4 معالق من السكر. السكر ده حسب الرغبة، بس انا بعد ما حطيت الاربع معالق من السكر دقتها لقيتها عايزة سكر تاني، حطيت لها 6 معالق من السكر. بص انا دقتها هنا لقيتها طعمها عايز سكر تاني. تمام. مش محلية قوي. ضفت معلقتين تاني من السكر، يبقى انا حطيت هنا 6 معالق من السكر. كان طعمها حلو قوي، وهي عشان بطعم المشمش بتحس فيها مزازة شوية. رفعتها على النار كده وفضلت اقلب فيها. تمام. لحد ما وصلت كده للقوام ده. تمام. كده بعد ما بتبرد شوية تهدى بس شوية. تمام. وهحطها بقى في البولات بتاعتي زي ما انت عايزة، وحطيها في اي قوالب انت عايزاها. تمام. هفضيها هنا في القوالب زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله كانت وصفة النهاردة حلوة قوي وسهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص، وتغيير وقت تغيير جو. يعني انت بتغيري على نفسك في رمضان كده وبتعملي حاجة مختلفة. هو اختلاف يعني حاجة مختلفة. تمام. بس بصراحة وكمان سريعة ما بتاخدش معاكي وقت خالص، ولا تحتاجي فيها مقادير ولا اي حاجة. مقاديرها مكتوب عليها. خلاص كده حطيتهم هنا في الاطباق. عملت لي كمية كبيرة جدا. يعني 7 كوبايات 6 كوبايات دول عملوا لي حوالي 7 مجات كده. تمام. او 7 سلاطين زي ما انت عايزة تحطيهم حطيهم. بحب احط الحاجات دي في رمضان في كوبايات صغيرة شوية وما تكونش كبيرة اوي. بحطهم في صينية كده بيبقوا محكمين كده في التلاجة على جنب. لكن السلاطين بتاخد وقت، بتاخد مكان كبير قوي في التلاجة. كده خلاص بعد ما بردت شوية. تعرفين الجو سقع شوية، احنا بنحب ناكل الحاجات دي دافية. تمام. عايزة تحطيها في التلاجة بتتقل اكتر من كده. لما حطيتها في التلاجة كانت اتقل من كده بكتير. كده خلاص كده بدوقها معاكم. شايفين بقى كان طعمها حلو قوي وهتحبي تاكليها. يعني هي منتج كده تحبي تاكليه. هتلاقي نفسك خلصتي الطبق في ثواني.